السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. تنظيم مهرجان الإريتريين في سويسرا. طلاب كلية التجارة والعلوم الاجتماعية يؤكدون التفاني في العمل. زيارات الطلاب للمواقع التاريخية في إقليم عنسبة. قمة بريكس تنتقد سياسات واشنطن، وترامب يهدد دول المجموعة برسوم جديدة. لافروف يلتقي عراقجي ويجدد عرض موسكو للمساعدة بحل الملف النووي. باريس تتهم بكين بمحاولة تبييض سمعة مقاتلات رالف الفرنسية. إلى التفاصيل. نظم في 5 من يوليو في مدينة زيورخ مهرجان الإريتريين في سويسرا. افتتح المهرجان القائم بأعمال السفارة الإريترية في سويسرا والممثل الدائم لإريتريا لدى الأمم المتحدة بجنيف السيد هابتوم زراي ومسؤول الشؤون العامة والمجتمعية السيد تولي يوهانس. وهنأ سكرتير لجنة احتفالات سويسرا الشعب دايمس بين المشاركين وشكر الكانتونات ولجان المهرجانات والجاليات والأفراد والمؤسسات على جهودهم لجعل المهرجان ناجحا. وذكر القائم بأعمال السفارة الإريترية في سويسرا والممثل الدائم لإريتريا لدى الأمم المتحدة في جنيف السيد هابتوم زراي أن إريتريا تقدم مساهمة ثابتة في السلام والاستقرار في المنطقة دون الالتفات للتباهي والمكائد، والمحافظة كالعادة على نهجها الوطني في ظل أوضاع إقليمية وعالمية متأزمة. وقال السيد هابتوم أن شعبه وحكومة إريتريا يتغلبان على الاتهامات ذات الدوافع السياسية المعادية ضد إريتريا، داعيا الإريتريين في المجال لتمتين وحدتهم وتعزيز المساهمة الوطنية. من جانبها أوضح مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية السيد تولي يوهانس أن التجمع الوطني السنوي الذي يعكس الانسجام والوحدة بين الإريتريين هو نتاج أشهر من التحضيرات المكثفة. وبهذه المناسبة منح شهادات تقدير على مستوى الكانتونات لمشاركتهم الفاعلة ومساهمتهم في الأنشطة المجتمعية والوطنية خلال العام 2024-2025. تميز المهرجان بعروض ترفيهية قدمتها فرقة فنية قادمة من إريتريا. خرجت مدرسة أسمرة للموسيقى 9 طلاب بدرجة الشهادة في 6 من يوليو للمرة 23. وقال مدير المدرسة الأستاذ إلياس ولا جابرييل في المناسبة أن الموسيقى تؤثر على العديد من الجوانب الجسدية والعاطفية والنفسية لدى الإنسان، وهي فن يبني المواطن لتسريع الحضارة الإيجابية للمجتمعات. وذكر الأستاذ إلياس الخريجين بأن مرحلة التعليم لن تنتهي بعد، وحثهم على الإيمان بالتعليم المستمر وعدم الوقوع ضحايا للغة الموسيقى الخاطئة والسيئة. وأوضح المدير العام لقسم التعليم والتدريب الفني والمهني بوزارة التعليم السيد تسفايسيو أن الخريجين تلقوا تعليما مؤهلا بما تتمتع به المدرسة من خبرة طويلة في هذا المجال. وفي الختام تم توزيع الجوائز على الطلاب المتفوقين، وقام الخريجون بتقديم وصلات موسيقية. وتضم المدرسة التي تقدم 26 نوعا دراسيا تطبيق نظري وعملي على مدى 3 سنوات، حاليا 52 طالبا وطالبة، منهم 25 في المستوى الأول والثاني و27 في المستوى الإعدادي. تأحد طلاب كلية التجارة والعلوم الاجتماعية في عدقية الذين تخرجوا في 5 من يونيو بخدمة شعبهم ووطنهم بكل تفاني. وكان موسيا باسيليوس الذي دخل الكلية بعد تلقيه التعليم بقوات الدفاع وجلس لامتحانات الشهادة الوطنية وتخرج بالبكالوريوس في التاريخ بعد دراسة 4 سنوات، أكد على استعداده للعمل الجاد لتحقيق البرامج الوطنية. وقال سعادة تخلوه وهو كفيف البصر أن الإعاقة الجسدية لا تشكل مشكلة إذا كانت هنالك إرادة ومبادرة، مشيرا إلى أن إنشاء وحدة لمساعدة المكفوفين على مواصلة تعليمهم في الكلية كان له أثر كبير. وأعرب عن استعداده لرد الجميل للشعب والحكومة لتعليمهم بالمجان من المرحلة التمهيدية وحتى الكلية. من جانبهم ذكر الخريجان محمود حامد ومحمد سيد محمود أن نتائج الاستثمار الضخم الذي ضخته الحكومة في التعليم تبرز بتخرج المئات سنويا من الكليات. وأشاد أولياء الأمور بالرعاية والإشراف اللذان حظي بها أبنائهم للوصول إلى هذا المستوى.
وهنوا معلميهم ومقدمي الرعاية لهم. خرجت كلية التجارة والعلوم الاجتماعية 523 طالب وطالبة بدرجة البكالوريوس والدبلوم في 5 من يوليو. قام أكثر من 450 طالبا من المدارس الثانوية من جميع مديريات إقليم عسبة بجولة للمواقع التاريخية نظمت بتعاون الاتحاد الوطني للشباب والطلبة ووزارة التعليم. وقام طلاب بزيارة جبهة حلحلة التي شهدت معارك استنزاف طاحنة في الحملة السابعة ومنطقة جاني في مديرية أصمات، حيث تم توفير فرص التعليم الأساسي في ظل ظروف صعبة. وقدم في الجولة التي جرت في الفترة من الأول إلى 5 من يوليو تم تقديم شرحا موسعا من الجهات المعنية. وأوضح المناضلون في شرحهم أنهم فخورون بتمكنهم من سرد قصص التضحيات المقدمة في هذه الأماكن التي تم توثيق تاريخ المثابرة والتفاني والتحمل بها. من جانبهم أشار الزوار إلى أهمية البرنامج في توريث التاريخ والقيم. تنفذ حملات واسعة النطاق في مديرية مولقيل تستهدف استقرار البيئة ومضاعفة الإنتاجية والحفاظ على المياه والتربة. وأفاد مسؤول المكتب الزراعي في المديرية سيد ملاك ولا ميكيل أنهم من المخطط دمج ومعالجة إجمالي 2365 هكتارا من الأراضي الزراعية والرعي وآبار المياه وقنوات الري هذا العام، وأنه تم إنجاز 70% من المخطط له حتى الآن. وأضاف أنه تم إنجاز أعمال النموذجية في إدارات ضواحي عد قمعاء وعد كوخات وعد محرات واندابا سمون وتخل. وذكر المشاركون أنهم رأوا فوائد الحفاظ على التربة والمياه عمليا في السنوات الماضية، مؤكدين أنهم سيعملون جاهدين من أجل تحقيق البرامج التنموية المشهودة بالمديرية. وحث السيد ملاكي في الختام المواطنين على تعزيز سبل الحفاظ على المياه والتربة لزيادة الإنتاج الزراعي والاستقرار البيئي على حد سواء. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه مجموعة بريكس التي تضم 11 دولة كبرى من الاقتصاديات الناشئة، ملوحا بفرض برسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على أي دولة تتبنى سياسات اعتبرها معادية لأمريكا. وأعلن ترامب أنه لا استثناءات ستمنح ضمن هذه السياسة، وأنه سيبدأ برسالة رسائل إلى عدد من الدول لحضها على توصل إلى اتفاقيات تجارية ثنائية، وإلا ستواجه رسوما باهظة على صادراتها. وتزامن تهديدات ترامب مع انطلاق قمة بريكس السنوية في مدينة ريو دي جانيرو وسط إجراءات أمنية مشددة بمشاركة قادة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا إلى جانب دول منظمة حديثا. وقد انتقد القادة بشدة السياسات التجارية الأمريكية، لا سيما الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على شركائها، وندلوا كذلك بالهجمات العسكرية الأخيرة على إيران. وفي بيان مشترك عربت المجموعة عن قلقها العميق من تزايد الإجراءات الجمركية وغير الجمركية التي تعيق التجارة، معتبرة أن هذه السياسات تقوض النمو العالمي وتهدد استقرار سلاسل التوريد. ناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الإيراني عباس عراقجي الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. جاء ذلك خلال لقاء جرى بينهما على هامش قمة قادة مجموعة بريكس 17 التي ستضيفها البرازيل في مدينة ريو دي جانيرو. ووفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية الروسية، تناول الوزيران خلال اللقاء قضايا إقليمية ودولية والعلاقات الثنائية بين روسيا وإيران. وأدان لافروف مجددا الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران ومنشأتها النووية الخاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدها انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة. وشدد على استعداد موسكو لتقديم الدعم فيما يخص حل الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني بالوسائل السياسية والدبلوماسية. كشفت تقارير استخباراتية فرنسية أن الصين شنت حملة ممنهجة واستهدفت سمعة مقاتلات رافل الفرنسية صنعاء عبر سفاراتها في الخارج في محاولة لإضعاف مبيعات من الطرار الرئيسي من الأسلحة الفرنسية، لا سيما بعد مشاركتها في المواجهات الجوية بين الهند وباكستان في مايو الماضي.
وتعد مبيعات رافل مصدرا رئيسيا للدخل في قطاع الدفاع الفرنسي، وتستخدم أيضا كأداة دبلوماسية لتعزيز علاقات باريس مع عدد من الدول خاصة في آسيا، حيث تسعى الصين إلى ترسيخ هيمنتها الإقليمية. وتقول باريس أنها تواجه حملة تضليل إعلامية ضد مقاتلات رالف مصدرها الصين وباكستان، وتتضمن منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وصور مفبركة بزعم أنها لحطام طائرات رالف. وردا على ذلك، وصفت وزارة الدفاع الصينية تلك المزاعم بأنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة وافتراءات، مؤكدة بأن بكين ستتبع سياسة مسؤولة ومحافظة فيما يتعلق بصادراتها العسكرية. نفس بركان في شرق أندونيسيا أعمدة رماد ضخمة على ارتفاع 18 كيلومتر على ما ذكرت السلطات بعد أسابيع قليلة على ثورانه، مما أدى يومها إلى إلقاء رحلات جوية عدة إلى بالي. وبدأ نشاط بركاني، وهو بركان بفهوتين يقع على ارتفاع 1584 مترا في جزيرة فلوريس، على ما جاء في بيان وكالة البراكين في البلاد. وثار البركان مرات عديدة في نوفمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإلقاء عشرات الرحلات الجوية الدولية إلى بالي، وإجبار الآلاف من الأشخاص على النزوح. عناوين النشرة مرة أخرى: تنظيم مهرجان الإريتريين في سويسرا، طلاب كلية التجارة والعلوم الاجتماعية يأكلون التفاني في العمل، زيارة الطلاب للمواقع التاريخية في إقليم عنسبة، قمة بريكس تنتقد سياسة واشنطن، وترامب يهدد دول المجموعة برسوم جديدة، لافروف يلتقي عراقجي ويجدد عرض موسكو للمساعدة بحل الملف النووي. باريس تتهم بكين بمحاولة تضليل سمعة مقاتلات رالف الفرنسية. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في أمان الله.